siapa sebenarnya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu? Yang selalu atau sering ketika ada pertanyaan siapa Ahlussunnah, sering kita ucap dan sering kita jawab, Ahlussunnah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Malah ketika kami di Dayah itu langsung menjawab Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah dengan kaidah idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihi Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah betul Ahlussunnah. Tapi mendefinisikan Ahlussunnah dengan ungkapan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu perlu didalami sekali lagi. Dengan demikian kalau ditafsirkan Ahlussunnah adalah Asy'ariyah, meskipun beliau itu Ahlussunnah, berarti imam-imam yang empat tidak sempat mengikuti Asy'ariyah karena beliau lahir setelah imam itu tidak ada. Dengan demikian kalau ditafsirkan Ahlussunnah adalah Asy'ariyah, meskipun beliau itu Ahlussunnah, berarti imam-imam yang empat tidak sempat mengikuti Asy'ariyah karena beliau lahir setelah imam itu tidak ada. والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. Dengan demikian kalau ditafsirkan Ahlussunnah adalah Asy'ariyah, meskipun beliau itu Ahlussunnah, berarti imam-imam yang empat tidak sempat mengikuti Asy'ariyah karena beliau lahir setelah imam itu tidak ada. لهم عن الفرق الأخرى. ثم تعلمت في المرحلة الثانوية أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، وأن هذا المصطلح إنما يطلق على أتباع إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري وأتباع إمام الهدى أبي منصور الماتريدي. والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية تمييزا لهم عن الفرق الأخرى. ثم تعلمت في المرحلة الثانوية أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، وأن هذا المصطلح إنما يطلق على أتباع إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري وأتباع إمام الهدى أبي منصور الماتريدي. وفي كلية أصول الدين كان أول ما صافح عقولنا في مادة التوحيد هي عبارة الإمام النسفي في عقائده، وهي العبارة التي يحفظها عن ظهر قلب كل طالب تخرج في هذه الكلية. وهذه العبارة هي: قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. وقد علق الشراح وأصحاب الحواشي على هذه العبارة موضحين أن أهل الحق هم أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية. ثم تعلمنا بعد ذلك في أبحاثنا بالدراسات العليا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، وأن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والمعتدلين من فقهاء الحنابلة لم يخرجوا من عباءة هذا المذهب، كما يقول سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام. وهذا المفهوم بهذا العموم الذي يشمل علماء المسلمين وأئمتهم من المتكلمين والفقهاء والمحدثين وأهل التصوف والإرشاد وعلماء القلوب وأهل النحو واللغة أكده قدماء الأشاعرة أنفسهم منذ البواكير الأولى لظهور هذا المصطلح بعد وفاة الإمام الأشعري رضي الله عنه، وبخاصة عند الإمام الكبير حجة المتكلمين أبي منصور عبد القاهر البغدادي في كتابيه الفرق بين الفرق وأصول الدين، ثم عند أبي المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين، ثم هو ما استقر عليه الأمر عند جمهرة علماء الأمة
عبر القرون التالية، بدءا من الإمام أبي الوليد بن رشد المالكي الجد وحتى العلامة السفاريني الحنبلي، والذي يقول: وأهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي. كما يقول العلامة مرتضى الزبيدي الحنفي: والمراد بأهل السنة هم أهل الفرق الأربع: المحدثون والصوفية والأشاعرة والماتريدية. سريعا بعض الخصائص التي تميز بها هذا المذهب الأشعري الحارس المؤتمن على مذهب أهل السنة والجماعة، وكتبت له البقاء والخلود. فأولا، ليس هو مذهبا جديدا، بل هو عرض أمين لعقائد السلف بمنهج جديد كشف فيه عن الاتساق الكامل في الواقع ونفس الأمر بين النقل والعقل، والذي عجز عن كشفه غلاة النصيين ممن ثقل عليهم النظر العقلي، وأيضا المعتزلة وسائر الفرق الأخرى. يقول الإمام تاج الدين السبكي: اعلم أن الأشعرية لم يبدع رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إليه باعتبار أنه تمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه وصار المقتدي به السالك في الدلائل يسمى أشعريا. أن أهل السنة والجماعة هم جماهير الأمة الإسلامية، وإن أئمتهم هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والأشعري والماتريدي وتلاميذهما ومدارسهما، والحسن البصري والجنيد والمحاسبي والسراج وحجة الإسلام الغزالي. وأهل الحديث وفضلاء الحنابلة وعلماؤهم ممن يتمسكون بنهج الإمام أحمد وزهده وما عرف منه وعرف من سيرته من فراره الشديد من الولوغ في الدماء والانفلات في تفسيق المسلمين والسير في ركب